شوفوا على المنظر. تعالوا لعندي. دجاج والله مشتيكم بيهلقني بهالروايح، مو طبيعي. المندي اليمني بأسرع وأسهل وأطيب طريقة. هلا عندي هون دجاجتين، كل دجاجة 800 جرام يعني 1600 جرام كاملين. تمام. اول شيء بدي تبل الدجاج، سهله وسريعه كتير، وحاعمله بالفرن هو والرز. هلا بتشوفوا كيف يعني، ولا اسهل واسرع من هيك ما بدي بتعملوه. اول شيء نبلش بتبله الدجاج. هون في عندي نص كوب زيت بنفضيه. هلا هون عندنا البهارات كلياتها، بحط لكم اياها بصندوق الوصف. عندنا هون ملح، كاري، بابريكا، فلفل ابيض، وسبع بهارات. هي من عندي سبع بهارات، هني عادة ما بيحطوا لها يعني. وملون غذائي للدجاج مشان يعني يطلع لونه احمر. هلا بنفضيهم كلياتهم على الزيت، وبنحط عليهم عصير نص ليمونه. هلا بنخلطهم وبنحركهم كتير منيح. هي يعني تبلة كتير سهلة وسريعة. هلا صارت جاهزة عنا التبلة، بنفضيها على الدجاج مباشرة. يا سلام على الألوان الفظيعة. بنعمل لهم للدجاج مساج مرتب فيها. هلا هيك صاروا عنا جاهزين، بنحطهم على طرف بس شي نص ساعة لبين ما نجهز الرز تبعنا. شايفين ما أحلاهم؟ الألوان بتشهي وبطير العقل. هلا لنحضر الرز تبعنا، أنا اليوم رح أعمله بالفرن، يعني رح أعمل مثل ما قلت لكم الدجاج والرز بالفرن مع بعضهم. تمام. عندي هي صينية ألمنيوم تبع فرن، يعني طبعا فيكم تستخدموا أي صينية أو جاط عندكم يعني، بس أنا اختصارا للوقت وللجلي يعني وهالقصص يعني. تمام. رح أحط عليهم معلقتين سمنة او معلقه ونص بكفي. هلا بعدها مباشرة بنجيب الرز. عنا هون رز مندي او رز طويل، منقوع لمدة نص ساعة ومغسول لحتى ما يضل فيه ولا حبة نشا. هي اهم نقطة يا جماعة، ما يضل فيه نشا نهائيا. تمام. بنفضيهم عليه مباشرة. طبعا 3 كاسات، انا عامل هون 3 كاسات رز. شايفين احلاهم. تمام. هلا البهارات كلها بهارات صحيحة بنحط عليهم مباشرة. عنا هون اللومية، شوفون اللومية، الورق غار، شو اسمه، القرفة، فلفل اسود حب، رنفل حب، هي الحب كلياتهم بننزلهم عليهم هيك مباشرة. بس هيك بنصفتهم. تمام. هلا بنضيف المي. هلا انا بضيف بالعاده عن النظر يعني انه فوق الرز بشوي. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. المي طبعا بدها تكون فاتره، يعني مو سخنه ومو بارده، فاتره المي بدها تكون. شوفوا كيف المي بدها تكون، يعني فوق الرز هيك باصبع صغير يعني. تمام. يعني تقريبا هو لكل كاسه رز كاسه وربع مي تقريبا، لكل كاسه رز كاسه وربع مي تقريبا. هلا بعد ما حطيناهم هيك وغمرناهم بالمي بنجيب ورق قصدير. اول شيء بنغطيهم بالورق القصدير. طبعا انا مشغل الفرن من قبل ما بلش الشغل، يعني على درجه حراره 200 شغال من فوق ومن تحت. هلا اول شيء بنغلفهم تغليفه تكون فظيعه، يعني اسهل واسرع من هيك مندي مستحيل انكم تلاقوه. كليات على بعضها ما بتاكل معكم شغل نص ساعه. هلا بعد ما غلفناهم كثير منيح بنعملهم هيك كم تخزيقه بالسكينه. شايفين كيف؟ تمام. بس هيك بكفي. هلا بناخذ الدجاجات بنحطهم عليهم مباشره. هلا بنشيلها هيك مباشره على الصحن هون. هلا حتى اللون بصير بينزل من هي الفتحات اللي هون، وبياخد الرز لون المندي. طبعا احنا فينا نحط له هلا الوان بالاخير اذا حسينا لونه مو مثل ما بدنا، فيه بنحط له ملونات وبيطلع ما احلاه. لا تاكلوا هذا. هلا بنشيله وبنصفه جنب اخوه. شايفين ما احلاهم، يعني المنظر لحاله بشهي.
فما بالكم الطعمة كيف حتكون. هلا بدنا نغطيهم كمان. اول شي بنغطيهم بورقة زبدة لانه بتعرفوا ما بصير تتغطى بورق القصدي مباشرة. نغطيها هيك اول شي بورقة زبدة، وهلا فوقها مباشرة بنغطيها طرفاية مرتبة بورق القصدير. وهلا هيك بعد ما سكرناها بشكل جدا ممتاز بناخذها على الفرن. مثل ما قلنا الفرن شغال من فوق وتحت على درجة حرارة 200. بدها تقريبا بين الساعة ونص وساعتين. نحن بنشق عليها وبنتابع مع ما بنتركهم بنروح بننام لوقت الفطور. ديروا بالكم. يلا هلا على الفرن مباشرة. بسم الله. بدنا ناكل مندي اليوم شي ذهب الذهب. وهلا صار لهم ساعتين بالضبط. الحقوني لحتى نشوف شو صار فيهم. هلا مبدئيا الروايح بتغوي على القلب. بسم الله الرحمن الرحيم. خلونا نكشف عنها حتى نشوف شو التركيب. الروايح بلشت تهفهف. يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف. هي الدجاج مبدئيا. هلا الدجاج حنقله على صينية تانية مشان بدي رجعه على الفرن لحتى حمره من فوق، بس ياخذ وش من فوق. ومن ناحية استواء يعني واضح اكيد الاستواء توب. حجيب صينية. يلا هلا بننقلهم على صينية عشان نرجعهم على الفرن. ما حدا يطلع هون لحتى ارجع، بس من فوق لحتى ياخذوا تحميرة. وشوفوا لي هون هالمنظر اللي بياخذ العقل. الروايح اللي عم تهف بتغوب على القلب. يعني كنت رح انسى حالي ودوق بس تذكرت انه لسه في ساعة للصيام للإفطار يعني. هلا بدنا نشيل هي المطيبات كلياتها من على الرز اول شيء عشان ما يطلعونا ونحن عم ناكل. يا جماعة الروايح ما فيني اخبركم عن روايح نهائيا. عن جد شيء بياخذ العقل. واسهل من هيك طريقة للمندي ما حتلاقوا بحياتكم. نص ساعة تحضير وبس، ما ولا شيء تاني يعني. شوفوا لي هالرز اللي بياخذ العقل. كل حبة واختها ابدا. اذا مو كل حبة واختها بدي ازعل منكم. ما شاء الله. هذا الرز النتري، رز المندي الاصلي. وهلا الدجاجات استووا وتحمروا وتأمروا. يا لطيف على المنظر بيطير العقل. الروايح ما فيني اخبركم. الروايح بتغوب على القلب حرفيا. كأنه قاعد بمطعم مندي من اشهر وافخم المطاعم صدقوني. هلا بنكشف عن الرزات تبعنا. هلا بنرجع الدجاجات لهون مشان الفقرة الأهم في كل المسلسل. شوفوا لي على المنظر وهالقعدة وعلى الصفة. بقى وصلنا للفقرة الأهم، التدخين. مندي بدون تدخين ما بيزبط. التدخين أهم شي بالفقرة كلياتها. هلا على السريع بنحط نقطة زيت على الفحمات هدول. غطوهم ليبردوا غطوهم. هلا 5 دقايق بس وبيطلع المندي الذهب. ضل الفطور 4 دقايق بدنا ندوق سوا ان شاء الله. وهلا صار لازم نكشف عليهم. يا لطيف على المنظر يا لطيف. احنا هلا أذن عنا الحمد لله صياما مقبولا وافطارا شهيا. صار لازم ندوق. شوفوا على المنظر. اول شيء اختبار تبع استواء الدجاج. تعملوها هيك 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 لأول طلعت. هي اول نقطة خلصنا منها. تعالوا ناخذ المرة من الصدر. شوفوا الصدر. شوفوا قديش جوسي من جوا. شوفوا المي من جوا قديش جوسي. ذهب ذهب.
خيالي. انا من ناحيتي ما عاد اعمله غير بالفرن، انا المندي ما عاد اعملها غير بالفرن. ونصيحة مني لكم اعتمدوا هالطريقة وادعوا لي. سلام.